السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كل ما قدم اللاعب المغربي سفيان رحيمي مع النادي ديالو العين في نهائي كأس ملك الإمارات اللي لعبوا اليوم أمام الوحدة. سفيان رحيمي قدم مباراة رائعة، ضيع العديد من الفرص، كذلك عطى بزاف ديال الفرص اللي تم التضييع ديالهم. المباراة اللي مشات حتى ركلات الترجيح كيخسروا هذا النهائي بركلات الترجيح. سفيان رحيمي سجل الهدف ديالو، لكن الاخ ديالو حسين رحيمي ضيع ضربة جزاء، وفي الاخير النادي ديال الوحده كيحسم هذا الكاس هذا بركلات الترجيح. نخليكم دابا مع الملخص الكامل ومع التحركات، ونتلاقاو ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو. لكن ترجع الكرة الآن لسفيان رحيمي. سفيان بيحاول كرة بيخلصها كايو كانيدو ويطالب جماهير على فكرة. حديث هنا لأول مرة كاميرا الحكم. والله الحكم الروسي يشبه حد. بيحاول الكرة لا زالت أمام المرمى. تهديد أول للزعيم، رجعت لكاكو. كاكو تقدم، لابا يواصل أمام المرمى. ترجع الكرة مرة ثانية كاكو. ممتاز التقدم لهذا المغربي الفنان، بيحاول لكن لمناطق العين. الله، فاكوندو كاد أن يسجل التهديد العنابي الأول عن طريق فاكوندو. من أين لك هذا؟ من أين؟ ليش؟ لأنها مرتدة. الكرة من لابا أمامية باتجاه لابا. زايد بيخرج الكرة لبلاسيوس، حلوة للعين داخل منطقة الجزاء. منصور برغش بيخلصها ضربة ركنية لمصلحة العين. للعين كاكو عالية عيناوي، ولكن فاكوندو بشكل ممتاز بيخلصها إلى خارج الملعب. أكثر فريق سجل أهداف في تاريخ. عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء إلى خارج الملعب. لابا خذها على صدره وسددها على الطاير، لكنها على فاكوندو مرة ثانية بيجرب وبيسدد. قام يرد على بلاسيوس. فاكوندو يفاجئ العيناوية. إذا عندكم بلاسيوس لسان حاله يقول ترى الوحداوية عندهم شوف تبادل اللاعبين المراكز. حلوة عيناوية، ولكن سفيان عدت. لكن انطلاقته مع استلام الكرة في آن واحد كان جميل وضرب الدفاع الوحداوي في اللقطة الماضية. شوف كاكو مرة، شوف يا مخرج الكرة لسفيان. محاولة كانت لابا كوجو، كانت أمام خيارات عديدة ولكن اختار الخيار الغير موفق. لعب الكرة راسية، كان بإمكانه يضعها في المرمى، كان بإمكانه يتركها لبلاسيوس. كانت فرصة بلاسيوس حلوة لسفيان للابا. زايد الحمادي يتصدى لمحاولة عينوية. ترجع الكرة الآن جادسون. سفيان رحيمي بيحاول يمر، تدخل وفاول وخطأ لمصلحة سفيان يطالب لاعبيه بروح الزعامة، يطالب لاعبيه بأن يحضروا بشكل أقوى. في مكان تعادل مستمر. كرة بلاسيوس رامي بيلعبها أطول من الكرة لكاكو لسفيان لكوكو. الله، تسديدة حلوة راحت إلى ضربة ركنية للعين. زايد الحمادي ينقذ مرماه. حلوة عيناوية كانت الكرة الماضية. كاكو وسفيان في ثنائي، معها يسدل الستار. أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعين الفريقين، الوحدة بزايد الحمادي في حراسة المرمى، منصور برغة. ويوم الأربعاء القادم يواجه الشارجة في الشارجة من أجل فوزه في تلك المباراة يحسم لقب بطولة الدوري ال15 والنجمة ال5 على صدر العين. بلاسيوس عالية وأمامية، إعادة ما رافع حلوة لسفيان أمام المرمى. السلام، راحت كرة عيناوية محققة على مرمى الوحدة في اللقطة الماضية.
كاد الزعيم أن يتقدم بأول الأهداف. معظم الخطورة من سفيان، لعبها سفيان، مررها كاكو، لم يوفق من خلالها، كان أمامه المرمى. ماذا يريد أسيست، وبعد عبد الكريم، يا كريم الكرة تسددت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى لسفيان. سفيان بيلعبها الكرة، بيتغير اتجاهها إلى ضربة ركنية. السادس من مايو من عام 1976. عيناوية لا زالت الكرة قائمة. سفيان بيلعبها أمامية. رامي ربيعة بيخلصها إلى خارج الملعب. الكرة جت أحسن وأحلى، والكرة الآن عالية وعرضية أمام المرمى، عدت من هذه كرة عنابية أمامية، لكن بيسيطر عليها خالد. تقطع المعلومة، هذه كرة حلوة للعين. كرة الآن أمام المرمى، الله! راحت كرة عيناوية أخرى من بلاسيوس. فرصة عيناوية ممتازة تنغمك. كرة مرة أخرى يحيى بن خالق، فاول وخطأ على تاديتش. يحيى متنك مكسب وتاديتش مكسب. هذه يعني القوة والتسامح أبو ظبي إلى دار الزين. ترجع الكرة مرة ثانية، الكرة لا زالت في أرضية الملعب. سفيان خذها، عالية عرضية عيناوية سهلة جدا. يا سلام، الكرة لا زالت قائمة. تاديتش الآن، الله! حلوة من تاديتش، لكنها راحت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. خذوا الكرة ولا تردونها، اسمعوا مني، الرابطة وايد كورة عندهم، خذوها. روبن على الجهة اليسرى، روبن عرضية تبدو في المتناول، هي عالية، هي عرضية، وخروج خالد عيسى وابعادها بقبضة اليد. أبعدها خالد عيسى إلى ضربة ركنية. أفضل الوحدة أحسن الآن، محاولة المرور بلاسيوس. يحيى، تاديتش ويحيى عدت الاثنين. تاديتش مصر أو أمامية، لابا مشاها. هل ينطلق سفيان؟ فاول خطأ على جوجا وبطاقة صفراء. بطاقة صفراء على جوجا. الآن حسين واخوه ونواس. عباس كنترول، كرة للعين، ملعوبة بيتغير اتجاه إلى ضربة. إيريك يحاول المرور هنا لجوجا، عالية وعرضية، أقرب لخالد عيسى، ترك سفيان رحيمي، خذها سفيان يحاول. فاول وخطأ لمصلحة فريق نادي العين. 3 دقائق وقت بدل ضايع لأحداث هذه المباراة. الكرام أيها المتابعون، البطولة لمن؟ سفيان. إيفيتش ما يشوف، سفيان في المرمى. الركلة الأولى العيناوية صح في المرمى. سفيان رحيم يتقدم، بيلعبها في المرمى. بلاسيوس بيلعبها في المرمى. تاديتش وخالد، تاديتش بيلعبها، يا رامي ربيعة، رامي بيلعبها، سالها. رامي يهدر الركلة بالزايد، تصدى لها. تقدم ولعبها وحطها في ال90. حسين شالها. ليلة زايد الحمادي واقتراب العنابي. عمر يا سلام. إذن كما لاحظتوا معنا أصدقائي كندا هو الملخص الكامل لمباراة نهائي كأس ملك الإمارات، المباراة اللي حسمها النادي الوحدة
بضربات الترجيح المباراة اللي كانت غادية بشكل كبير. النادي العين اللي كان ضيع العديد من الفرص اللي صراحة كاد يحسم النهائي في الاشواط القانونيه ديالو، لكن مع التضييع ديالو ديال الكثير من الفرص مشات المباراه لضربات الترجيح اللي عطات الفوز النادي الوحده. كنتمنى اصدقائي الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، كنتمنى ما تبخلوش علينا بالاشتراك في هذه القناه وتفعلوا الزر ديال الجرس باش نبقى نحط لكم جميع تحركات اللاعبين المغاربه.